3 غلطات هيخلوك ما تخسش مهما عملت. اول حاجه سوء التقدير. يعني مثلا انت تروح تتمرن في الجيم حبه كارديو حوالي 10 دقائق او حتى نص ساعه، ترجع تقول انا شكلي حرقت 800 كالوري او 600 كالوري، فلو هتيجي تلخبط او هتلقط حاجه بسيطه هتقول عادي ما انا حرقت 800 كالوري قدامهم. تاني حاجه التوتر، والتوتر ده ليه شقين. الشق الاول ان انت في ناس بتتوتر تروح تلجا للاكل وتبوظ الدنيا اكتر، اما الشق التاني بقى هو انك تكون متوتر في العادي ما بتاكلش، بس التوتر ده بيزود افراز هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول طبعا في جسمنا ليه فوائد كتير، ولكن لما يزيد عن حده هيقلب ضدك. اول حاجه بيعملها ان هو بيكسر في البروتين، وانت لو مش بتدخله نسبه بروتين كافيه فهو هيكسر في عضلاتك، بالتالي الحرق بتاعك هيقل مع الوقت. ثالث حاجه لو مش بتنام كويس خاصه في ساعات الليل، لان في حاجه اسمها circadian rhythm او الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه دي فيها هرمونات مهمه تتفرز بالليل، لو انت مش بتنام مش هتستفيد بيهم، وكلها هرمونات هتساعدك على الاستشفاء. كمان ده هيلخبط باقي الهرمونات لما يكون يومك مقلوب، زي مثلا هرمونات الجوع والشبع. وفي فعلا دراسات اتعملت على ناس لما كانوا بيناموا مثلا 4 ساعات مثلا بس، كانوا بيلاقوا مؤشر الجوع عندهم بيزيد، خاصه كمان انها من ناحيه الحلويات.